شاب مصري بيضحك على ست نرويجية وبياخد فلوسها. تعال اقول لك ايه اللي حصل. الست النرويجية دي اتعرفت على الشاب المصري ده وحبته واتفقوا على الجواز. بس بعد كده الشاب المصري قال لها طبعا انت عارفة بقى ظروف الحياة وعارفة الدنيا صعبة ازاي، هاتي 13500 دولار عشان نتجوز. شوف بقى، هو محدد الرقم 13500 دولار عشان نتجوز. طبعا بعد ما اديت له الفلوس دي المعلم كت وخلع، وطبعا بعد كده راحت عملت محضر ضده في الاسم وبلاغ والكلام ده كله ان هو سرق فلوسها وضحك عليها. والغريب بقى في الموضوع ان الشرطة قدرت ان هي تقبض عليه واتحكم عليه بالحبس لمدة سنتين وغرامة او كفالة 1000 جنيه. معرفش بصراحة الناس اللي بتعمل كده بتعمل كده ليه. انت بتسوق سياحة بلدنا، انت بتسوق سمعة بلدنا. علشان كده احنا كمصريين بره في اوروبا، يعني ما اقولكش بقى احنا سمعتنا عاملة ازاي بسبب للأسف الاشكال اللي زي الشاب ده. قولوا لي في كومنتات لو قابلتوا أجانب هل هتعملوا معاهم كده وتضحكوا عليهم والكلام ده كله ولا لأ؟ وهل كنتوا تعرفوا قصة الشاب مع الست النرويجية دي ولا لأ؟